بشير كان دائما يضرب في الفصل، مما يثير ضحك وتشويش التلاميذ. بشير، ستكمل الحصة ويقف بجانب السبورة. لكنه دائما يعيد الكرة، وتقوم بعدها المعلمة بمعاقبته، إلى أن طردته في إحدى الأيام وهي لا تعلم بأنه يقوم بذلك لا إراديا. وفي يوم الغد وهي تدرس التلاميذ، فتح الباب ودخل منه شخص غريب، إذ بها امرأة باكية تقول: يا معلمة، أنا والدة بشير، نحن فقراء وليس لدينا ما نأكله، ففي كل مرة أقوم بغلي البعض من الفاصوليا والفول ونأكلها مع القليل من الخبز. لهذا ابني يضرط كثيرا وهو لم يقصد بذلك الإساءة. وفجأة وهي تمسح بالمنديل ضربت بدورها عن غير قصد. مثل الأم مثل الابن. فرمت المنديل على الأرض ونظرت إليها وقالت: ماذا تقصدين؟ يعني أنا فرطة؟ من اليوم ستدرسين غصبا عنك، سيضرط سواء شئت وبيتي وأنا سأشتكيك إلى الوزارة. وعاد التلميذ مجددا للفصل تحت أعين وتهديدات الأم.